الحقيقة الكاملة في مجال السوشيال ميديا ماركتينج في 2026 في ظل وجود ال AI. العفو عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من كورس سوشيال ميديا ماركتينج 101. عارف ان احنا بقالنا كتير جدا موقفين وما بنعملش فيديوهات جديدة في الكورس ده، بس عشان كان الفترة اللي فاتت في ابديت كتيرة جدا. دخلنا عصر جديد مختلف تماما وهو عصر ال AI. كل حاجة في كل المجالات حرفيا اتقلبت 180 درجة، فكان مهم جدا لينا ان احنا نرجع خطوة لورا، نعيد تنظيم كل حاجة خاصة بالكورس ده عشان نرجع لكم بمحتوى جديد يفيدكم فعلا كناس لسه عايزة تبدأ في مجال السوشيال ميديا ماركتينج ودخلت في وجود ال AI، فبدأت تلاحظ حاجات كتير جدا من اللي كانت بتحصل قبل كده بقى ال AI يساعد انه يخلصها بشكل كويس وحتى بكواليتي اعلى كتير من مستوى المبتدئين. عشان كده يمكن الكورس ده هو هيكون الاول من نوعه في الحتة دي تحديدا، حتة ال AI for Social Media Marketing. هنعرف فيه مع بعض مين هيبقى مطلوب الفترة الجاية، مين اللي هيتغير، وايه اللي لازم تتعلمه دلوقتي حالا لو انت عايز تبدأ او تتعلم مجال السوشيال ميديا ماركتينج في 2026 وما بعدها في ظل وجود ال AI او مع بداية زمن جديد تماما وهو زمن ال AI. عشان كده هنتكلم النهاردة عن السوشيال ميديا وازاي اتغيرت، ايه اللي ال AI بيعمله فعلا وايه اللي ما بيعملوش، مين اللي هيتغير ومين اللي هيبقى مطلوب، السوشيال ميديا سبيشاليست الجديد تعريفه هيبقى ايه، والخطوات الاولى اللي لازم تعملها من بكرة لو انت فعلا تحقق اقصى استفادة من الكورس ده وعايز فعلا تبقى من الناس التوب في المجال ده بعد الابديتس والحاجات الجديدة اللي بدأت تطلع. طيب السوشيال ميديا في 2026، طيب السوشيال ميديا قبل 2026 حمادة وبعد 2026 حمادة تاني خالص. اللي اتغير ان قبل الاي اي كان الكابشن انت اللي بتكتبه، كنت بتحتاج تدرس كونتنت رايتنج كتير جدا او كوبي رايتنج عشان تكتب الكابشنز بتاعتك. التصميم بتعمله كله بنفسك فروم سكراتش. الجدوله بتاعت البوستس او الكونتنت اللي هينزل كنت بتعملها بشكل يدوي. الريسيرش كان بياخد منك ساعات، واوقات لو بروجكت على سكيل كبير شويه كان ممكن ياخد منك شهور. والتقارير اللي بتطلعها عشان تقيس البرفورمانس او اداء اكتيفيتي بتاعتك على السوشيال ميديا كنت بتعملها بشكل يدوي، واوقات كتير كانت بتعتمد على ما تعتقده انت مش بيزد على حاجه حقيقيه فعلا ممكن تقدر تبني عليها حاجه قويه قدام. مع الاي اي الحاجات دي كلها اختلفت. الكابشن بقى يتكتب بثواني بطرق هنتعلمها في الكورس ده. التصميم ممكن تستخدم ادوات دلوقتي زي كانفا اي اي هيساعدك كتير جدا في حته التصميم. الجدوله بقت بتتعمل بشكل اوتوماتيك ان لم تكن دلوقتي بتتعمل بطريقه كمان اللي هو الاوتوميشن. والريسيرش بقى بيتعمل في دقائق شغل ساعات وشهور، بقيت تخلصه بشكل اسرع والكفاءه بتاعته اعلى واحسن كتير. والتقارير كمان بقت الاي اي بتساعدك انك تعملها وتساعدك ازاي تقرا البيانات وتقول لك انت المفروض تقول ايه للكلاينت، وفي المقابل تاخد قرار صح بيزد على اي نوع من الداتا. الحاجات دي كلها زمان كانت تعتبر حرفيا ماجيك، سحر، انما دلوقتي الاي اي بقى يساعد في الموضوع ده، فبقى فعلا كل حاجه بتطلع بكواليتي وشكل احسن كتير. وبقى دلوقتي عندنا السؤال اللي كله تقريبا بيساله، هل الاي اي مع كل التطورات دي هيلغي شغلانه زي السوشيال ميديا؟ والاجابه الصريحه انه لا اطلاقا، لكنه هيلغي السوشيال ميديا سبيشاليست اللي لسه بيستخدم الطرق القديمه التراديشنال واللي مش عايز يطور من نفسه. طيب ايه اللي مات وايه اللي زادت قيمته خلال الفتره اللي فاتت؟ اللي مات او اللي هيموت قريب كتابه الكابشنز من الصفر، والتصميم البدائي اللي هو بيعتمد على الطريقه البدائيه في التصميم، او انك تستخدم مجرد شويه صور استوكات تجيبها من جوجل مثلا او بنترست عشان تعمل تصميم. ما فيش بيرسوناليزيشن ولا كاستمايزيشن اللي هو تخصيص للصور تعملها باي اي تولز مثلا. حته الجدوله اليدويه دي هتتلغي وهتموت تماما. الهاشتاجات انك تجمع هاشتاجات وتقعد في وقت كبير عشان تجمع الموضوع ده برضه هيتلغي او هيموت تقريبا. والتقارير انك تعملها بشكل يدوي ومجرد انها تعتمد على شويه حاجات هايبوثيتيكال افتراضيه انت بتفترضها، ده برضه هيموت. اللي هيزيد بقى قيمته جدا الفتره
اللي جايه، وده الدايركشن اللي انت المفروض تركز عليه واللي الكورس ده بشكل اساسي جاي عشان يغطيه، هو توجيه الاي اي وازاي تستخدمه صح في شغلك. الاستراتيجيك ثينكينج، التفكير الاستراتيجي، وايه النكست ستيب اللي انا المفروض اتحركها. طب في ظل الابديتس والتغيرات الكتيره جدا اللي بتطلع كل يوم، والتولز الكتيره والمتعدده اللي ممكن تساعدني في حاجات ان ديبس اكتر، ازاي اعرف التولز دي وازاي استخدمها عشان تساعدني في حته التفكير الاستراتيجي بتاعي. قراءه البيانات بشكل صحيح وعلى اساسها اخد قرارات، ده هتزيد قيمته بشكل كبير جدا 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 الفتره اللي جايه. ان البراند يبقى مميز بالفويس والهويه البصريه بتاعته، وحتى الصور اللي مستخدمه يحصل لها كاستمايزيشن وبيرسوناليزيشن باستخدام الاي اي تولز، ده قيمته هتزيد. واهم حاجه جزء الكرايسيس مانجمنت، لو حصل انه حد ذكر البراند بتاعي او براند بتاع الكلاينت اللي انا شغال معاه از السوشيال ميديا سبيشالست، ازاي اهندل الموضوع ده، وازاي اصلا اعمل كرايسيس مانجمنت شيت عشان احط فيه كل الافتراضات اللي ممكن تحصل، وبالتالي اكون مجهز من قبلها شيت مع الاي اي عشان كل موقف يحصل لي على السوشيال ميديا اطلع على طول الاجابه او اقرب سيناريو باستخدام الاي اي. كرايسيس مانجمنت دي من اهم الحاجات اللي مؤخرا اللي بقت تطلب من الناس في الماركت. طيب يعني ممكن تشعبوا لي الموضوع كده عشان انا حاسس ان الموضوع كبر قوي وحاسس ان انا مش فاهم اي حاجه. ببساطه كده لو هنشبه الموضوع زي ما قبل ظهور الموبايلات اللي فيها كاميرات بتصور 4K واس لوج، دي حاجات اعدادات في تصوير معين، كان الاول ما ينفعش يصورها غير كاميرا بروفيشنال، فكنت عشان اصور حاجه بريميوم او اطلعها بهاي كواليتي لازم اجيب مصور. فكانت قيمه المصور انه كان بيجي بالمهاره اللي معاه انه بيعرف يشغل الكاميرا، فكانت قيمته الحقيقيه انه بيعرف يشغل الاداه اللي معاه. طيب لما الكاميرا بقت في كل موبايل وتقدر تطلع السيتنج اللي كانت بتحتاجها الكاميرا البروفيشنال دي، المصور دوره في الحته دي واحده واحده بدا يختفي، واتجهنا دلوقتي ان احنا بقينا ندور على نوع تاني خالص من المصورين. مصور يبقى عنده رؤية وفن، حد استراتيجي يعرف البروجكت ده ايه فعلا اللي هو محتاجه. فقيمته الحقيقية تحولت من امتلاكه لأداة معينة لحتة الحكم والإبداع الحقيقي، وطبعا طريقته في الاستراتيجية. فبقى عندنا دلوقتي المصور الاحترافي الطلب زاد اكتر عليه من اي وقت تاني، لانه بقى عنده شوية المهارات دي. فسواء كان هيصور بكاميرا بروفيشنال او هيصور بكاميرا موبايل، هو هيعرف يستخدم التولز دي، وحتى الادز اون تولز اللي هيجيبها مثلا زي الكيج او الجامبل او اي تولز تانية عشان تساعده في الموضوع ده. فبقى دلوقتي مفيش مشكلة خالص في التولز اللي بقت موجودة، على قد ايه رؤيتك في البروجكت ده او ازاي هتطلعه لي بالشكل اللي انا محتاجه وعايزه حقيقي. عشان كده السوشيال ميديا سبيشالست الحقيقي في 2026 هو دوره هيتلخص في شوية حاجات كده، زي انه اول حاجة يبقى مدير للاي اي، يعرف يختار الاداة الصح، بعدين يوجه الاداه دي ويراجع دايما الاوتبوتس اللي هي المخرجات اللي بتطلع من الاداه دي، ويعمل حاجه مهمه جدا 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 عشان يتميز عن اي حد بيستخدم الاي اي تول، الا وهي انه يضيف طابع الانساني اللي هو الاي اي هيومانيزيشن، يأنسن المخرجات بتاعه الاي اي. ناس كتير دلوقتي جدا بتفرح ان هي تستخدم الاي اي، بس الكلام اللي بيطلع دايما بيبقى شكله روبوتك، بيبقى مقفوش قوي ان الاي اي هو اللي كاتب الموضوع ده. فانه يعرف يأنسن الاي اي عشان يديله طابع انساني، دي هتبقى حاجه مهمه جدا جدا، ودي هتبقى من الحاجات الاساسيه اللي مطلوبه في السوشيال ميديا سبيشالست او المانجر لو بنتكلم على الفتره الجايه. تاني حاجه ان هو يبقى شخص استراتيجيك، عنده استراتيجيه، بيحدد الاتجاه والهدف والجمهور قبل ما نتكلم على الادوات ونستخدم ايه امتى وفين وازاي. يكون مدير علاقات، يعرف يبني كوميونتي، عنده حته الكوميونتي مانجمنت، يعرف يتعامل مع الازمات، وكمان يعرف يتعامل معاها بطريقه انسانيه، ما يستخدمش الاي اي، يستخدم الاي اي طبعا عشان يحدد فريم ورك عشان يحل مشكله معينه، بس انه يحلها بطريقه مؤنسنه يدخل فيها العنصر البشري، دي هتبقى حاجه مهمه جدا جدا. واخر حاجه ان هو يبقى قارئ كويس جدا جدا للبيانات، بيفهم الارقام، بيدخل البيانات دي للاي اي، بيقول له ساعدني افهم الارقام اكتر عشان اخد قرارات معينه تفيد البراند بتاعي او البراند بتاع الكلاينتس اللي انا هشتغل ليهم. فانه يبقى قارئ كويس جدا للارقام، ويعرف يعمل بريدكشن، تنبؤ
السوق للماركت هيبقى ماشي ازاي في السوق، دي هتبقى مهارة او حاجة مهمة ومطلوبة جدا من السوشيال ميديا مانجر الفترة اللي جاية، ودي هتميز سوشيال ميديا مانجر عن سوشيال ميديا مانجر تاني. وهيجي هنا فعلا الاختلاف في فرق السالاريز اللي احنا بنشوف وهنسمع عنه خلال الكورس. طيب ايه اللي الاي اي مش هيقدر يعمله خلال الفترة دي؟ اول حاجة الكالتشرال انتليجنس، اللي هو نقدر نقول الذكاء العاطفي او الذكاء البشري، انه يعرف يتعامل مع الناس. الاي اي بشكل عام هيقدر يقول لك جمل كويسة جدا باي لهجة، مصرية، سعودية، خليجية، بشكل عام اي لهجة انت عايزها الاي اي هيقدر يطلعها لك، بس مش هيقدر يقول لك انت تقول ده امتى وفين وازاي، انت اللي هتحس. فمن شوية كنا بنقول من ضمن المهارات المهمة اللي هتطلب في السوشيال ميديا مانجر يعرف يأنسن الحاجات اللي بتطلع في الاي اي ويقدر يبني كوميونتي ويطوره. فليه كنا بنقول الموضوع ده؟ لان الاي اي مش هيقدر يستبدله او ينافس معاه في الحتة دي. حتة برضو ادارة الازمات، كرايسيس مانجمنت، اللي احنا اتكلمنا ان هي من اهم المهارات اللي لازم تبقى موجودة عند السوشيال ميديا مانجرز الفترة الجاية. لما براند يعمل غلطة كبيرة على السوشيال ميديا وتبدأ يبقى فيه ردود افعال غاضبة جدا على السوشيال ميديا، الاي اي مش هيقدر يهندل الموضوع ده ولا هيقدر ينقذ صورة البراند، هيحتاج تدخل بشري كبير. الاي اي ان هو هيقدر يطبل شوية زي ما بيحصل او بنتعامل زي ما بنشوف في تشات جي بي تي، تبقى عامله الكارثة حرفيا ويقول لك تمام يا برو يا الله الله اللهم صل على النبي ايه الحلاوة دي يعني، اخربها كمان وكمان ارجوك. فالاي اي وقتها هيقعد اكتر يطبل المواقف دي لحد ما الدنيا تولع، مش هيقدر يهندل الازمة دي. فانك تبقى موجود ويبقى عندك كرايسيس مانجمنت في السيتويشن المعين تطلع منها الموضوع ده، دي مهارة مهمة جدا وهتبقى مطلوبة الفترة الجاية. الاي اي مش هيعرف يستبدلك فيها. كمان حتة بناء الثقة مع العميل، عن تجربة شخصية كشخص صاحب شركة في الاي اي وشركة تاني ماركتنج ايجنسي وميديا برودكشن، برغم ان انا بعمل تولز كتيرة سواء للكلاينت بتوعي او حتى تولز اي اي تساعدني جوه اللي انا اعمل شوية حاجات كانت بتحتاج تيمز كتيرة تشتغل عليها او تساعد التيم عندي اللي هو يطلع حاجات بشكل احسن. ستيل الكلاينت في الحتة دي تحديدا حتة التواصل معاه بيحتاجنا اللي احنا نتواصل معاه. مهما طورنا تول والتول دي كانت بيرفكت وتلبي احتياجات العميل، دايما بيحتاج حتة الوجود البشري، دايما بيطمن لما ابقى موجود معاه. ليه الموضوع ده؟ عشان حتة بناء الثقة. الاي اي في الاول في الاخر هو ماشين، آلة، مش هيفهم المشاعر التخوف اللي عنده. فان انا اتكلم معاه افهم البين بوينتس اللي عنده، الحاجات اللي هي بتألمه، الحاجات اللي هو خايف منها، الهواجس، نفهم مع بعض، نتكلم اكتر. حتة بناء الثقة دي عمر الاي اي ما هيعوضها. عشان كده انك تبقى عارف الموضوع ده ويبقى عندك سوشيال انتليجنس، دي الاي اي مش هيقدر يستبدلك فيها برضو. حته كمان الحكم على المحتوى، الاي اي بيعمل محتوى وبيعمل محتوى حلو جدا، ومهما تطلب منه من محتوى هيقدر يطلعه لك. بس حته تقييم بقى ان المحتوى ده هينزل هيتنشر ولا هيتحذف وليه، الحكم ده هيبقى عندك انت. لان دايما الاي اي هو هيشوف انا هنتج لك محتوى unlimited زي ما انت عايز بالظبط، بس ايه اللي هيفت مع الجمهور بتاعك والبيرسونا والاستراتيجي، هو مش هيقدر يطلع لك الموضوع ده. عشان كده في شويه اساطير موجوده عن الاي اي والشغل هنتكلم فيها دلوقتي مع بعض. زي مثلا خرافه ان الاي اي هيعمل كل حاجه ومش محتاج حد يشتغل. الحقيقه ان في الاول وفي الاخر الاي اي أداة زيها زي كانفا. صحيح تقدر تعمل إنتاجية بشكل أحسن، صحيح تقدر تطلع نتائج أحسن كتير، بس استيل لازم يكون عندك مهارة، لازم تعرف لازم تكون أنت صنايعي بتعرف تعمل الشغلانة دي، عشان بعد كده تقدر تقيم النتائج هي حلوة أو وحشة بناء على الجمهور بتاعك المستهدف أو البراند اللي أنت مسؤول عنه. عشان كده في الكورس ده صحيح هنتكلم دايما عن الاي اي وازاي الاي اي نستخدمه عشان يسهل لنا الشغل بتاعنا، بس دايما هنتكلم في الاول الطريقه التراديشنال ان الناس الصنايعيه في الشغلانه كانت بتستخدمها، واللي في اي وقت لو طفوا فيشه الاي اي نقدر نرجع نتعامل كسوشيال ميديا سبيشالست عاديين جدا، وهنبقى بقى باورد او مدعومين بالاي اي. طيب خرافه كمان انه مش لازم اتعلم، الاي اي هيتعلم عني. الحقيقه ان الاي اي بيكمل الكلام بتاعك لكنه مش بيفكر عنك. بدون الاستراتيجية والرؤية الواضحة بتاعتك هيطلع لك محتوى فاضي شكله حلو من بره، بس انه يفيد او يحقق الاهداف او يعمل حاجة اسمها الار او اي اللي هو ريتيرن اوف انفستمنت للبيزنس اللي انت شغال سواء بتاعك او لكلاينت انت بتشتغل ليهم، مش هيحقق الموضوع ده. خرافة كمان بالذات للمبتدئين ان المجال اتشبع ومفيش فرصة للمبتدئين. من خلال دراسات كتير جدا قرأتها الفترة الأخيرة 90% من السوشيال ميديا سبيشالست الموجودين حاليا لسه بيستخدموا التولز من 2022 وما
قبلها. فدلوقتي الفرصة الذهبية وأحسن وقت لحد يتعلم الموضوع فروم سكراتش ويبدأ يطبق الاي اي تولز اللي موجودة. حرفيا انت مش هتلاقي حد بنفسك في الحتة دي، ومع الوقت انت ممكن لما تتميز في الموضوع ده وتتمكن فيه حقيقي فعلا تعلم الناس اللي بقالها سنين في الموضوع ده، لانها لسه ما دخلتش في حتة التك وفي حتة الاي اي. فلسه المجال كبير جدا ولسه فيه ميزة كويسة لو انت دخلت دلوقتي المجال. طيب ايه بقى اللي هنعرفه في الكورس ده مع بعض؟ اول حاجه ازاي تفكر كسوشيال ميديا سبيشاليست بالمفهوم او الشكل الجديد في ظل وجود الاي اي، مش كشخص كونتنت كرييتور عايز يعمل اي محتوى وخلاص. تاني حاجه ازاي تستخدم الاي اي عشان يبقى المساعد الشخصي بتاعك مش انه يبقى بديل عنك. ازاي تعمل استراتيجيه محتوى كامله لاي براند سواء بالطريقه التراديشنال او بالاي اي. ازاي تشتغل وتجيب عملاء وتسعر شغلك صح. واخر حاجه يكون عندك بورتفوليو حقيقي بعد اخر فيديو في الكورس ده. عشان كده الخطوات الاولى اللي محتاجها منك، وارجوك تسمع كلامي وتعملها عشان فعلا تطلع باقصى استفاده من الكورس ده، انك اول حاجه تختار براند صغير، سواء البراند ده كان لحد من اهلك او من قرايبك او براند وهمي او حاجه انت عايز تبداها، عشان هنبدا نطبق عليها كل حاجه نتعلمها مع بعض في الكورس ده. ولحد ما نتقابل في الفيديو اللي جاي هتفتح الشات جي بي تي وتقول له انا سوشيال ميديا سبيشاليست لسه بيجنر، اسالني بقى شويه اسئله افهم بيها عن البراند اللي انت اخترته، وتديله شويه معلومات عن نوع البراند، الجمهور المستهدف والحاجات دي كلها، وتكتب الاجابات دي في دوكيومنت كده. وده هيبقى اول ديسكفري كول بتاعك. ايه هو الديسكفري كول؟ في العاده لما نيجي ندخل مع اي كلاينت ميتنج اول مره هنتعامل معاه، بنخش معاه حاجه اسمها ديسكفري كول. بنجهز كده شويه اسئله بنسالها له، بيجاوبنا عليها عشان على اساسها بنبدا نبني الاستراتيجي بتاعنا والكالندرز والفيجن والميشن ليه تواجدنا او ظهورنا على السوشيال ميديا. طيب الدوكيومنت ده او الفايل ده بعد ما هتعمله هنعمل بيه ايه عشان اخلي الموضوع افكتيف اكتر وانجيجنج ما بيني وما بينكم؟ عملنا جروب على فيسبوك، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن لسببين. اول حاجه عشان الماتيريال واللي من ضمنها البرزنتيشن اللي انت بتشوفه دلوقتي، لو عايز تذاكر منه او بدل ما تقعد تكتب طول الفيديو الحاجات دي كلها، انا هشير معاك كده كده الفايلز بتاعت البرزنتيشنز دي على الجروب. كمان لو في اي ابديتس تيبس اند تريكس الحاجات دي كلها هنزلها باستمرار على الجروب بتاعنا، فهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وتاني حاجه عشان تشارك معايا الحاجات العمليه دي، كل فيديو هيبقى ليه تاسك مخصص ليه، تخلص التاسك تبعته على طول على الجروب، نقعد نقيم مع بعض نشوف ايه اللي ظبط ايه اللي ما ظبطش، ايه اللي ممكن تظبطه حتى بعدين، عشان لو في شغلك لو في اي حاجه قابلتك سواء حاجه خاصه بالسوشيال ميديا ماركتنج اللي هو الكورس ده او باقي الكورسات الكتيره جدا اللي جايه الفتره اللي جايه، تقدر تشيرها هناك. فدايما تلاقيني بساعدك او برد عليك، او حد من الناس اللي معايا اللي هتنضم الفتره اللي جايه برضو تبدا تساعدك في الحاجات اللي انت بتتعلمها اول باول عشان تحقق اقصى استفاده حقيقي من اي كورس موجود على القناه دي. وافتكر دايما يا برو ان الاي اي مش عدوك، الاي اي مش جاي ينافسك. الاي اي في الاول في الاخر زي ما اتفقنا هو اداه، اللي هيشتغل معاه صح هو اللي هيسوق السوق الفتره الجايه، هو اللي هيبقى مطلوب، وهو المنافسه عليه هتبقى شديده ومش هيلاقي ناس زيه في الحته دي كتير. في الفيديو اللي جاي هنتعرف مع بعض ازاي تفكر كسوشيال ميديا سبيشاليست حقيقي في زمن الاي اي. لحد ما اشوفك في الفيديو اللي جاي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتخش على الجروب اللي هبقى سيبهولك في الديسكريبشن الخاص بكل الاكتيفيتيز والحاجات اللي احنا هنعملها الفتره اللي جايه، اللي هينزل عليه الماتيريال وتيبس اند تريكس وشويه حاجات كده لذيذه جدا هتحبها. ولحد ما اشوفك في الفيديو اللي جاي خلي بالك من نفسك وفوتكم بعافيه.